الطب الشرعي للمدير الفني لغزل المحله بيقول صدمه عصبيه ادت الى غيبوبه، والصراحه ده اقل واجب. وما زال مهاجم غزل المحله بيجري في شوارع المحله هربا من بطش زمايله والجهاز الفني، وربنا ينجيه من تحت المدير الفني لما يفوق له، لان لو ما فلتش من تحت ايده هيكون تقرير الطب الشرعي للاعب صدمات ادت الى غيبوبه. وطبعا ده مشهد الكوكب كله مش ممكن يشوفه غير عندنا. اداري او مدير الكوره في نادي النصر محمرق وراسه 1000 سيف ما تتلعب ضربه الجزاء اللي اتحسبت على فريقه، لانه تقريبا شايف انها ظلم، فقرر يعمل مكالماته ويعيش حياته جوه الملعب، واللي مش عاجبه يشوف له ملعب تاني يلعب عليه. انا شايف ان انا اروح الاسم واللي له حق ياخده هناك، بس ده لو رضي طبعا انه يسيب الملعب، لان غالبا الطريقه الوحيده اللي ممكن يخرج بيها من الملعب في حالته دي هي وجون. الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد. ايه ده، هو ينفع كده؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع. وعادي جدا على قناه النيل للرياضه اننا نشوف اي حاجه في ظل انها غالبا الدكان بتاع اللي بيشتغلوا فيها، ومحدش بيراقب او يحاسب حد، فطبيعي نلاقي ان الزمالك فاز على الزمالك في الاسبوع التاسع للدوري المصري. هو الزمالك كده دايما شقي وجايب لهم الكلام. واستكمالا لحال قناه النيل للرياضه المتشقلب، فبيتهيألي عادي جدا ان لوجو المايك كمان يبقى بالشقلوب. هي جت عليه يعني. وربنا يخلي لنا الكره المصريه مصدر الفرفشه الوحيد في الايام اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي.